السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. النهارده زي ما انتوا شايفين كده بدأت معاكم من الصبح بغسيل. حطيت دور في الغسالة الاوتوماتيك وشغلتها، وابتديت احط في الغسالة العادية، دخلتها الحمام وقسمت الهدوم ادوار، وزي ما انتوا شايفين كده بملاها. وحطيت كيس برسيل جل وكيس اريال، وده كان نص كيس بصراحه، ما كانش كيس كامل، بس كملت بعد كده، جبت تاني يعني وكملته. وكوبايتين كلور كبار، وحطيت في الاول كده مع شويه ميه صغيرين الحاجات اللي هي الابيضات اللي عايز تنقع في كلور. انتوا عارفين عندي بيبي صغير وهدومه البيضه ما اقولكوش على الجمال، فحطيتها في كلور واديتها غسله على ما الغساله تتملى. وبعد كده لما الغساله بتتملى الكلور كانه مش موجود. ودخلت على المطبخ وقلت احضر فطارنا الاول. طلعت كده جبنه ولانشو من التلاجة وبلح اسمر وهنا معايا طماطم. قلت اقطعها كده واعملها على جبنه قديمه. وصبعي كان متعور، واقول لكم بقى ما كنتش مستحمله الميه بتاعه الطماطم على صبعي، بس ايه، احنا كأمهات لازم نستحمل. وبعدين حطيت حته جبنه قديمه عليها وكده ايه، بهرسها فيها بالشوكه كده، وبحط عليها شويه زيت وكده بتبقى جاهزه للاكل. بس بصراحه انا يعني مش عايزه اوصف لكم جمال الجبنه القديمه بتاعت ماما، كل مره هقول لكم كده. وجبت بصلايه هنا وقلت اقطعها. ومعلش يا جماعه بعد اذنكم فضلا وليس امر، لو وصلتوا لهنا تحطوا له لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، عشان اللايك ده بيرفع الفيديو وبيخلي اكبر عدد من المشاهدين يشوفوا، وقناه ان شاء الله تكبر بيكوا وكده يعني. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للقناه. قطعت بصلايه وفضيت عليها علبه تونه، وهحط عليها ملح وكمون بس، وسنه فلفل اسمر صغيره كده. طبعا انت لو عندكم بتاكلوا الشطه حطي شطه عادي، بس انا عشان عندي اطفال وكده فما حطيتش شطه. كانوا اخر شويه كمون في البرطمان، وطبعا البرطمان ده كده ايه، على الحوض على طول عايز يتغسل. خلاص كده جهزت. ده كان فطارنا النهارده، وهنجيبه عليه فلافليتين والعيش وكده. بارك الله فيما رزق، كنت انا وحمزه وليان بس اللي هنفطر، فتمام قوي. بعد كده بقى هدخل على اوضه العيال وهبدا بيها. كان فيها شويه هدوم عايزه تتطبق، بدات بيهم طبقتهم. بحب اما اطبق ترنج ولا دفاية على بعضها احطهم في قلب بعض كده زي ما انتوا شايفين. هرص بقى الهدوم في الدولاب، وبعدين هبدأ اروق السراير والم الحاجات اللي في الأوضة. هبدأ بالسرير ده بتاع حمزة، دي شنطة التمرين بتاع حمزة، والشنط بحب احطها انا تحت المكتب كده. هشيل البطانية انفضها في الارض واعدل الفرش بتاعت السرير بعد ما نفضته كويس. بحب اشيل المرتبه كده عشان المكان عندي السرير مزنوق، فما بعرفش اعدلها لما اشيلها كده. هبتدي بقى افرد البطانيه. احنا في الشتاء يعني بدل ما اطبق البطانيه وتبقى عامله كركبه على السرير، بعملها كده زي مفرش، واتنيها كده من الحروف كانها كبرتايه او مفرش كده ايه على السرير. وبعدين بقى هبتدي الم بقى من الارض، اشوف اي حاجه ملهاش لازمه واحط كل حاجه مكانها. وطبعا انتوا عارفين البيت اللي فيه اطفال دايما فيه كراكيب ولعب في الارض وهدوم وكده يعني. هبتدي بقى الم الدنيا دي. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام. عايزين كل شويه كده نفتكر نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هشيل الفرشه بتاعت الارض، هنفضها بره، وهجيب المكنسه بالكهرباء. بعد طبعا انا عدلت المكتب والكومودين ونفضتهم، بس انا عشان ما اطولش عليكم الفيديو ايه بوريكم كده على السريع. هجيب المكنسه بالكهرباء وهكنس الاوضه كلها كده بالمكنسه، وهشيل الايد كده وابتدي الم الجوانب الاماكن اللي المكنسه بتوصلهاش. بحب اجيبها بالايد بتاعه المكنسه كده البوز الرفيع ده، بشيل الايد الطويله واجيب البوز الرفيع ده الم بيه. وهرجع الفرشه تاني، وزي ما انتم شايفين كده خلصنا اوضه الاطفال. حطوا لايك بقى لاوضه الاطفال. هدخل بقى على الركنه وهزق الترابيزه كده، وهشيل بقى الشيله دي عشان انفض تحتيها. احنا على قد ما بقدر بخليهم يعني ما يقعدوش في الركنه. طبعا انتوا عارفين القطه بتاعتي تعرفنا عليها في الفيديو اللي فات، وهتظهر معانا كتير من هنا ورايح. ما بعرفش اسيطر عليها، هي لازم ماشيه ورايا كده، ماشيه في ديلي. الحمد لله كانت سهيانه هنا في معايا، كانت سهيانه شويه وراحت تلعب بالمشط اي حاجه، المهم ان هي تسهى عني. نفضت الفرشه كده بعد ما شلتها ورجعت رصيتها تاني. كانوا واخدين هما الشلتتين دولت قاعدين عليها هناك.
حمزه بقى بيناولني المكنسه ويناولني اي حاجه بعيده عني كده، بحاول اشغلهم معايا بابسط حاجه يعني. كنت عايزه لقيت ادخل الازازه دي بس لقيتها زهقانه فيها، مش مهم، المهم تبعد عني. والله انا بعمل نص شغل البيت وانا شايلاها على ايدي، يعني لدرجه ان انا دراعي بيبقى واقف. يلا معلش هنتعب معاهم شويه الاول اول 20 30 سنه كده، وبعد كده بقى يبقى هم يتعبوا معانا لما نكبر. خلاص كنستها برضو بالمكنسه كويس، وطبعا انا لسه ماسحه امبارح، فرجعت بقى الترابيزه تاني وهمسح البلاط اللي باين بس. جبت القماشه دي كده وعاملاها بمعطر، وجيت جايبه ايه ميه وشويه ميه ومسحت الترابيزه، وقلت بقى اجيب بقى البلاط اللي باين بالمره. وخلصنا الركنه، وزي ما قلت لكم انا مقرعه الشقه بسبب جوري. هدخل بقى، جوزي كان جاب شويه طلبات هنا، وكان في طبقين بتوع الفطار في الحوض، بس عشان عايزه انجز انقع الفراخ الاول. فغسلت الحوض كويس قبل ما ابتدي كده شغل فيه. وكان جايب لنا هنا فرخه وورك، كان جايب لنا اكل بزياده. بس انا بقى هقول لكم عملت ايه. هفضي الكيس كده وهبتدي اقطع الفرخه عشان اغسلها. بشوف كده اي ريش فيها، اي حاجه بتاع الفراخ دي سايبها، بنضفها كويس. طبعا ده اكل عيالي ولازم يبقى على يعني على سنجة 10، يبقى نضيف خالص عشان خاطر نضافه. افتكرت بقى ان انا ايه عايزه اطلع القلقاس من الفريزر، فغسلت ايدي بالصابون وجبت القلقاس كده من الفريزر، وهحطه في شويه ميه عشان يفك. على ما اغسل الفرخه واحطها على النار يكون القلقاس فك، واحطه كده يعني مع بعض. هعمل بقى النهارده معاكم فيها فراخ جي، وهقطع هاكلي صدر الفرخه. معلش بقى التليفون الارضي يرن، فقلت اروح ارد عليه. قطعت الفرخه هنا. وزي ما قلت لكم انا خليت صدرها. بس انا بقى مش متمكنه قوي، فعلى قد ما اقدر بس يعني طلع حلو. حطيت بقى الميه بتاعه الفراخ اللي هي الشوربه بتاعتها على النار، وقشرت بصلتين. ما كانش عندي بصل صغير فمش مشكله يعني، بصلتين كبار، واديتها كده غرستها كده بالسكين عشان تستوي كلها من جوه ومن بره. وجبت كام طماطميه كده، وقلت ايه اشيل قمعهم واغسلهم وايه واحطهم على الشوربه. انا بحب الشوربه بتاعه الفراخ او بتاعه اللحمه عموما، يعني بحب الشوربه بتبقى لونها احمر كده، بتبقى جميله وطعمها جميل. جبتها كده وهقطعها 4 ارباع، وهضربها في الخلاط، وهنزل بيها على الميه بتاعتي اللي على النار، اللي هي بتاعه شوربه الفراخ. بصوا انا لسه بقول لكم انا ببقى شايلاها والله في نص الشغل. انا دلوقتي شايلاها واقفه بيها، قاعده تعيط وتزن، فانا شايلاها واقفه بيها. حطيت بقى هنا شويه بهارات فراخ، وشويه فلفل اسمر، وشويه ملح. واول ما هتغلي هنزل بالفراخ. حطيت كده الوراك والهياكل ده بقى مكان ما انا خليت الصدر. بصوا عملته ازاي. و انا بحب الرجول بتاعه الفراخ، اللي ما بيحبهاش مفيش مشكله، انا بحبها. وده الصدر اللي انا خليته معاكم. هشطف بقى المصفى والخلاط عشان ما الشفشق بتاع الخلاط، عشان خاطر ما يلزقش فيهم الطماطم وتبقى رخمه كده وتعوز دعيك، لا على السريع كده هشطفهم. الحاجه اللي عايزه شطيف هشطفها وانا واقفه. وبرده الطبق اللي انا كنت مقطعه فيه الطماطم برده هشطفه. واي حاجه كده ايه زي ما قلت لكم عايزه شطيف. وارجع التوابل اللي على الرخامه عشان تبقى الرخامه معايا فاضيه واعرف اشتغل. وده الصدر اللي انا خليته وغسلته ونقعته. الفراخ برده كنت نقعاها في ملح وليمون وخل، وشلته في الفريزر. وهبتدي بقى اطلع الخضره بتاعت القلقاس. هجيب السلق بقى واقشره او اقطفه، او شوفوا انتوا بتقولوا عليه ايه. الاول هغسل البتاعه بتاعت الفراخ دي اللي انا كنت غاسله فيها الفراخ، البوله، عشان خاطر اعمل فيها اقشر فيها السلق واغسله كويس وانقعه شويه برضو. شايفين جوري؟ والله شايلاها وانا شغاله. بس الجيش قالك اتصرف، هقعد افضل ارضع طول النهار فيها وكده اشيلها شويه على ما اعمل شغلانه، وبعدين ايه عايزاني قاعده بيها طول النهار. عارفين انا لو قاعده والله هي مش عايزاني، هي بس عايزاني افضل قاعده جنبها. لو انا موريش شغل وقاعده، هي قاعده جنبي عادي مفيش مشكله، وبتلعب حوالين مني وزي الفل. لكن اقوم انشغل عنها، لا ما ينفعش. ترضاش هي تخليني انشغل عنها. المهم دلوقتي انا بقطف السلق اهوت، باخد الورق والعروق بتاعته بركنها.
حطيتها شويه كده على الرخامه وانا قاعده، بس بتقعد توقع في التوابل، بس ربنا يهديها بقى، اعمل ايه؟ دراع وجعني. حطيت طبعا مفيش عيون شغاله على البوتاجاز، فانا باخد بالي قوي من الحته دي. بعد ما عملت السلق زي ما انتوا شفتوا كده، اخدت شويه خضره وشطفتهم ونقعتهم شويه في الميه، وخدتهم ايه حطيتهم في الميه على النار يغلوا ويتسلقوا كويس عشان اخدهم للقلقاس. طبعا اول ما الفراخ بتاعتي استوت، اخدت شويه شوربه، او اول ما بقت نص سوا كده وعملت شوربه، اخدت شويه شوربه للقلقاس. والغسيل طبعا انا حطيت اللي انا بغسله الاول بحطه يتصفى على التواليت، وبعد كده اخده في الكروانه. اطلع بقى الدور اللي انا حطيته في الاوتوماتيك، واحط التاني ما بشطفش، يعني بحط في الاوتوماتيك هي تشطف وتنشف وانا اخد وانشر، يعني برضو سهل ما هوش صعب. وهنا بقى شغلت العيال حوالين مني كانوا بيذاكروا على السفره، قلت لهم يلا اللي ليه حاجه يشيلها. وطبعا مكان ما هما بيذاكروا مبهدلين، اللي ليه كتاب اللي ليه شنطه يلا كله يقوم يشتغل. واللي رايحه جايه تقول لكم حطوا لايك، ما تنسوش بقى تحطوا لايك عشان خاطر العيال. وهي بتقول لي يا ماما انت دلوقتي بقى سمي القناه انا وجوري في المطبخ، انت نسيتي انا وليلي في المطبخ وبقت انا وجوري في المطبخ. روقت السفره كده ومسحتها، وهبتدي ارجع الحاجه عليها، الاكسسوارات اللي عليها. طبعا انا ما عنديش حاجه في الشقه عليها اكسسوارات غير السفره عشان بعيد عن ايد جوري. وهم كده لموا حاجاتهم، وهشغل المكنسه بلم اي ورق واي حاجه في الارض عشان ما يدخلش في المكنسه. وبرده بدي اللين كده، خدي يا لين دخلي المشط دي على السراحه، خدي يا لين دخلي الازازه دي في المطبخ، ايه اشغلها جنب مني كده. والعيال ما بيتعبوش، يعني هم طول النهار يفركوا، والعين دي ما اقولكوش بتحبش تقعد. شغلت المكنسه كده وقلت بقى ايه الم تحت السفره كده بالمكنسه. وبرده الجوانب اللي ما بطلهاش بالمكنسه بجيبها، بقلع ايد المكنسه واجيبها كده بالماسوره الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، تقريبا اسمها كوع المكنسه حاجه زي كده. رجعت كراسي السفره، وهنا برضو انا ببقى فرشه هنا عشان احنا معظم قعدتنا واكلنا بيبقى هنا. بحاول على قد ما اقدر احافظ على الركنه، وببقى فرشه عليها الفرشه دي. وبرضه عشان السجاده دي بتبقى في داخله الشقه، فكله داخل برجله فيها تراب وكده، يعني ايه اما يبقى دي تخش الغساله اسهل ما السجاده تتغسل. بصوا مش بقول لكم ما تحبش تقعد، اهي رايحه جايه يعني. هكنس كده وحمزه واقف اهوت برضه، هو وبلال قاعدين يلكلكوا مع بعض. يلا ربنا يهديهم. بيجوا بيحبوا يقفوا قوي في المكان اللي انا شغاله فيه ده، انا كده مسيطره عليهم على قد ما بقدر. برضو بفكركم فضلا وليس امر، لو وصلتوا لهنا او سمعتوا المقطع ده حطوا لايك عشان القناه تكبر، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. خلاص كده انا خلصت، لميت السلك بتاع المكنسه وشلتها ومش محتاجاها في حاجه تاني. هبتدي بقى افرش الفرشه بتاعت السجاده، شايله كتير الفرشه دي. وهرجع بقى للمطبخ اشوف احنا وصلنا لحد فين. زي ما انتوا شفتوا كده خلاص خلصت وبقت على سنجة 10. هنا السلق اتسلق اهو، فضيه في طبق يبرد. وهقطع الخضره، اقطع كده هي رقبه كبيره كده، قطعتها كلها، قلت مش مشكله تشيل في التلاجة. ومعايا هنا توم 4 5 6 فصوص توم كده، عليهم شويه كزبره وشويه ملح. الملح طلع كتير مني فشلت منه شويه. هدقه بقى وهرسه كويس جدا. هنعمل بيه ايه هو الكزبره ده يا ترى؟ هنعمل الطشه بتاعه القلقاس، ودي بقى اللي بتخلي القلقاس طعمه فظيع. كده بقى ايه اهو، شايفين التوم اتهرس اهو بقى جميل. هاخد برضو شويه خضره من على الوش كده، اللي هم يعتبر الورق الناعم عشان ما يبقاش فيها عيدان ياما. وانا بحب بصراحه اخد الورق بس انا قطعتها كلها وخدت من على الوش كده شويه، اخر شويه دول بيبقوا ورق بس. برضو هرستهم في الهون. بصيت هنا على القلقاس وضربت السلق وفضيته تقريبا عليه، ولا لسه مفضيتهوش؟ هفضيه عليه. وبعد كده بقى معايا هنا على العين دي حطيت حله صغيره، وهجيب شويه لسان عصفور وحطيت فيها شويه زيت، وهجيب لسان عصفور وحمر شويه لسان عصفور معانا جنب الاكل. هنزل كده وهحمر فيه طول ما انا شغاله، احطه كده جنبي وافضل احمر فيه لحد ما يديني اللون الغامق. انا بحب اللون الغامق. وهطلع الفراخ برضو استوت وبقت جميله، وانا بحب بعد ما تستوي برضو اسيبها في الشوربه شويه. المهم يعني طلعتها اهي. وبعد ما لسان العصفور اتحمر كويس، باخد برضو شوربه وبطيبه بالشوربه.
شايفين الطاسه دي هنستخدمها دلوقتي، انا مش حاطاها كده عياء، انا هستخدمها دلوقتي. هنزل بقى بالشوربه على لسان عصفور، وخلي بالكم انتوا تنزلوا عشان بتبقى بتعمل فوران كده، عشان ده سخن وده سخن فبتغلي مره واحده. ولعت بقى على الطاسه وحطيت فيها حته سمنه بلدي والثوم اللي انا هرسته معاكم، بتبقى عامله شبه طشه الملوخيه كده في الاول، بس احنا بدل بقى ما بنفضيها على القلقاس، لا بطفيها بالكزبره اللي انا عملتها معاكم. اول ما تتحمر بقى وتديني اللون الذهبي الجميل، ودي بقى يا ما اقولكوش على الروايح وجمالها. لو وصلتوا لهنا حطوا بقى لايك. تمام بقى، هفضل احمر فيها لحد ما تبقى لونها ذهبي. ايوه بقى الروايح دي يا سيدي. وهحط الكزبره بعد ما دقيتها شويه برضو تاخد لها تشويحه معاها، وبرضو يعني ايه اللي هي تستوي شويه. خلاص كده بقى الكزبره بقت تمام. هسحب هجيب لكم بقى الحله بتاعه القلقاس قدامكم، وهنزل بقى فيها بالكزبره والثوم اللي انا عملتهم معاكم، وجربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. خلاص كده خلصت الغدا، ومعانا بقى لسان عصفور وفراخ والقاس وشوربه والملح والفلفل. ده كنت هاكل انا وعيالي، كان جوزي لسه ما جاش من الشغل وكان هيتاخر شويه. طبعا بعد ما خلصنا الغدا في ايه؟ في كراكيب، في مواعين. هلم بقى الصينيه كده والم الرخامه معاكم وهغسل المواعين. انا في الوقت دوت كنت خلصت غسيل وطلعت الغساله كمان من الحمام، ونضفت الحمام. بس ما صورتش المقطع دوت لاني ما بعرفش اصور بصراحه في الحمام. يعني لو بصور في الحمام بصور لقطات كده، يمكن بعد كده اعرف اصور، بصور لقطات سريعه. همسك بقى المواعين كده اغسلها، والصابون دوت، الصابون اللي انا بغسل بيه دوت اللي انا كنت عاملاه معاكم في القناه، وشايفين الرغوه بتاعته بجد جميل، وبيلمع الالمونيا قوي، وبينضف قوي قوي، وجميل قوي قوي. بشوفوا الفيديو بتاع الصابون هيعجبكم جدا جدا. خلاص بقى خلصت المواعين، وده البرطمان اللي انا قلت لكم عليه اللي بتاع الكمون لما فضى انا غسلته، ولما ينشف بقى بفضي فيه الكمون الجديد كده. بصوا روقت الرخامه وغسلتها، وهغسل الحوض وهلمعه معاكم برضو. وما تنسوش لو وصلتوا لهنا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. وهخلص بقى المطبخ وهنزل بقى اروح مشوار كده وارجع اكمل تنشير. مليت برضو الازايز، وما تنسوش بقى تعملوا لي اشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.